Figure it out. انت قاعد يا كبير. ايه بطلت ليه؟ ألقوا في نفسي. ايه خد يطلع على هنا. واخد طايم اوت اياك. هتكونش ياض مفكر روحك بتلعب ماتش باسكت وانت من ميتة يا كبير كنت هتخلي حد يلقوا في نفسه. ده انت كنت مربي لنا الرعب وملبس دتتنا وقاطع نفسنا. اشتغل يا ده بلاش لكاعة. اعزق بضمير. كبير اتفضل يا سي فزاع. متشكرين. انا طلبت شاي بس. جايبه لمين الوكل ده؟ ده للكبير. ما حطش كسره في خشمه من صباحيه ربنا. ايه بعد يدك. هتكونش مفكريه يا وليه ده عيل صغير في المدرسه ويبقى ياكل في البريك في الرجاله كلاتها. ماشي يا سي فزاع يهمني السكت. معلش ايه وزفتي ايه؟ انا هناك شيخ الغفر ولما اقول امري الكل يقول امري جنابك. وبعدين يا وليه هزلقون بيه من بعد ما اشترى الدوار والارض. استأمني على املاكه دي كلاتها وانا ما اقدرش يعني اعمل الكبير ومعامله خصوصي اكمنه يبقى اخو حزلقون بيه ولا اكمنه يبقى ابن الحاج سمنته مرتي. لا ما اقدرش اعمل كده. انا راجل فير نفر افر. خلاص يا هديه خلاص. روح انت دلوقتي وانا ابغى اكل اي حاجه ان شاء الله برسيم. يلا يا وليه ارمحي رمحه على المطبخ شوفي شغلك انت التانيه. جاكك الهم انت والكبير بتاعك. يا كبير اوعاك تكلم هديه كده مره ثانيه لحسن قسما عظما اعمل معاك الجلاش ولا لا؟ كاني اعمل معاك البفتيكه. لا يا كبير الا البفتيكه. هتمد يدك على جوز امك يا كبير. ده انا في مقام ابوك. يكبو يا هديه ابن استنى عنديك يا ولد. ايه بقى يا كبير؟ احنا مش هنخلص ولا ايه؟ انت كل يوم وانت هتعمل لنا مشكل في قلب الوصيه؟ معلش يا سي حزلقوم ده برضك اخوك الكبير وهبته من هيبتك. الكلام ده كان زمان يا ماما. كان زمان لما كان هو العمده. انما دلوقتي خلاص. وبعدين انا ما عنديش خيار وفقوس. وبعدين انت مين اللي وجه لي الكلام من اساسه؟ حزلقوم كيف بتكلم مرات اخوك كده؟ انا الكبير يا ولد ابوي. انت ناسي انت يوم ما جيتني كان جيتني ما حدتكش اللضه وانا اللي وكلتك وشربتك وانيتك. انيتك؟ ايه انيتك دي؟ خدتك في حضني. انا ما حدش عمل معايا كده. وانت ليه الادب على فكره. واتفضل اعتذر لفزيع. ده لو السما اتطربقت على الارض. يعني مش عايز تعتذر؟ اشطاط يا برنس. اشرف. لا خلاص حقك علي يا فزاع. ليه ما قبلش الاسف ده؟ ما هوش من قلبك ما فيهش روح. ايه الغلاسه ديات؟ ما تبقاش نطع بقى يا كبير. ما الراجل ما قبلش اسفك اهو. عايز تصالحه بجد؟ بوس على ايده. القطه كانت عيالها ولا ايه؟ ده انا قرقشكم قرقش. الله بقول لكم يا رجاله امسكوه اربطوه في الشجره. لا بعد يا انت وهو يا عذبوه. أملوني. لا يا كبير أملوني.
لا لا هملوه حد على يدكم هملوه. امشي هدي روحي. لا يا كبير، لا يا كبير مش حفوده. مش عاوزك تشوفوني بالمنظر ده. لا انا عاوز اشوف. احنا خلاص هدي يا بنت. بقول لك ايه، بالكرباج كده اكتب حرف الحاء على اساس حزلقوم وكده يعني، وسيب لي حته كده اكتب انا عليها 2014. انا اكتب كفايه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بوي هي ناقصة كوابيس. دوق يديه من يد عسل ابيض. مش قادرة يا فيزو، خلاص أنا شبعت خالص. خدي من إيدي. ربنا يخليك لي يا حبيبتي. يا كبير ما تاكلش ليه؟ في حاجة؟ لا مفيش حاجة. يا ريته كان كابوس ده كمان يا رب، وكنت فقت مني في يوم. قلت حاجة يا كبير؟ ما بقولش حاجة. أمال حزلقوم فين؟ سي حزلقوم لسه نايم، قلت اسيبه براحته عشان جاي من سفر برضك. على فكرة بقى أخوك حزلقوم ده إزريل هيرو، لولا إنه جه وأنقذنا واشترى البيت كان زماننا كلنا هوملس دلوقتي. باه كيف هتقول الكلام ده يا سمنتتي؟ امال انا رحت فين؟ معقولة برضك كنت هحملك يعني كده تيوبلس ده انت اللي هوبلس. anyway انت معاكي حق، فعلا هو اللي جه انقذ الموقف. انا اول مرة احس ان ليا اخ ظهر اتسند عليه. نعم، ده على اساس انك قاعد اكل شارب نايم السنين اللي فاتت دي كلها في دار ايتام كيف القطط تاكل وتنكر. هو قصده يعني ان سي حزلقوم كفايه انه رجع البيت. والله العظيم كلاتكم غلابه. البيت لساته ما رجعش. ايه الهزي ده؟ طب ما العفش كله رجع اهو، واحنا قاعدين بناكل في سفرة الدوار بتاعنا. كلامك كله زين الا اخر كلمه. الدوار بتاعه هو بس. احنا بالصلاة على النبي كلاتنا قاعدين في الضيافة سي حزلقوم. وهتفرق ايه يا كبير؟ ما انتوا كلكم واحد. لا تفرق وشكلك على عينك غشاوة وما شايفاش. دلوقتي لو حزلقوم ربنا كرمه ولقى انتاية من نفس فصيلته واتجوزها، طبعا حيرزينا بيها هنا في الدوار. والولية اللي تختار واحد كيف حزلقوم ده اكيد هتختار عفش تاني غير العفش ده. ساعتها لما تاتي تاخد عفشك ده وترميه برا هتقدر تقولي لها تلت التلاتة كام؟ الرياكشن اللي انت عاملاه ده برايسلس. وانت يا خفيف اللي عم تكركر انت برضك مش بعيد من اللطة. افرض دلوقتي حزلقوم وانتايته حبوا يحافظوا على السلالة وقاموا تكاثروا وزربوا لنا مصاخيط تانيين. الأوضة اللي فوق دي ما تكفيهمش، وهياخدوا أوضتك عشان يوسعوا على نفسيهم، وساعتها هيرموك انت وخلقاتك في الجنينة. ساعتها تقدر تقول لهم لا. اوه شيت. ما تبالغش يا كبير، حزلقوم باين عليه شكله طيب. إذا كان هيعمل كده في اللي من لحمه ودمه، امال انت اللي غريب عني هيعمل فيك ايه؟ ها؟ هيرميك في الشوارع انت وجوزك النطع ده، وده يمشي بيك في البنسيونات ويلف بيك على الموالد وما عرفش يشغلك ايه. في مقولة يونانية بتقول الفلوس هتغير النفوس. فوقوا يا جماعة. طب والعمل؟ ايه محلولة يا جوني بيه، احنا نطخه وانتاوي جدته في الجبل تنهشها الدياب. يهدى، انت تهوست يا دي فزاع، جرى لعقلك حاجة ولا ايه؟ يا جماعة لازم الموضوع يبان كأنه حادثة. انزل البيت يا وليه، هتعوم على العوم اللي مخبل ده. وفيها ايه يعني يا كبير؟ ما ياما ناس غرقت في الترعة وما حدش دري بيها. ما تخوفنيش منك يا وليه، دي لحمي ودمي. ده انت سلبي سيلفي، عمال تكسر في مقدوفاتنا بس. عندك حل قوله، سبيريت مان. مفيش غير حل واحد. ايه؟ ناخده على عجل. اكسكيوز مي،
معلش يمكن سمعت غلط، انت قلت ايه؟ ناخده على حجرنا. ده هديه سد ودانك. ماما اقفل عينيكي، خبي عينيكي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه ناخده على حجرنا؟ في بنات قاعدين معانا. يعني ندهلسوا عليه. اوه ماي جاد. ايه دهلسوا عليه، ده مصطلح اكسبريشن، كيف اللي بتقولوه انتوا وتعملوا معاه بصوابعكم كده. هيكون ايه معنى المصطلح لما تجيب واحد تبهلزه كلنا بعدين ناخده على حجرنا كلنا؟ يعني نسيسوه. ما تتنيل تقول تسايسه. انت عارف يا كبير، عارف لو في واحد كوري قاعد معانا على البريكفاست دلوقتي وترجمت له اللي انت قلته ده ترجمه حرفيه، هيعلم على البلد اكس، ومش بس البلد، افريقيا كلها. خلاص قصدي نريحوه. هنعملوا له كل اللي يؤمر به، هو يؤمر واحنا ننفذ لحد ما ياتي الوقت المناسب ونقنعوه انه يبيع لكل واحد منا نصيبه. انت هاد مالكش نصيب يا هاد. اتفقنا؟ اوكي، يبقى هنعملوا ايه؟ هناخده على حجرنا. يا جماعة انتوا وحشتكوا جوي بجد فعلا. مهما الواحد لف مفيش احسن من بلده. يا عظيمة يا مصر، يا اغلى اسم في الوجود. مصر هي امي، لما تلاقي الجد في ايده حفيده والناحية التانية تلاقي المج في ايده. ما تخلص يا هاد، هتقعد تغني لنا الفلكلور كلها تولي ايه؟ يا كبير نسيت ولا ايه؟ ناخده على حجرنا. ايوه صح. نورت يا حزلقوم، نورت حجرنا، نورت المزاريطه كلها. منور بنورك يا كبير وبنفسك. طب فكوكوا بقى من الهجايز دي كلها. انا جبت لكم شويه هدايا اخر قلاجه. بص يا هديه، ايه رايك في الفستان ده؟ عارفه انا جبتهولك من باريس، من افخم بوتيك هناك، من كريستال عصفور. اكسكيوز مي، قصدك كريستيان ديور؟ ايوه الله ينور عليك. انت عارفه ده افخم مكان هناك، ده زي العبودي عندنا. بس ده بالشجلوب ده ولا ايه؟ لا ما انا كنت مفكر كده برضك. لا هو تصميمه عامل كده، اسمه موديل البطانه. هو اصلا بيجي معاه حته واخده بالك مصنوعه من البفتيك الكندوز زي اللي كانت بتلبسها ليدي كاكا. بس انا ما حبيتش اجيبها لك الصراحه، قلت مش هتناسب البيئه بتاعتنا المصريه، لانك لو ماشيه بيه في قلب الشارع هتلم عليك الكلاب السكك. ايه القرف ده؟ على حجر. ده فستان زين قوي، ربنا يخليك يا سي حزلقوم. بجد عجبك؟ انا كنت مراهن على الحكايه دي. انا جايب لك منه 7 حتت عشان لو دابت حته تلقي التانيه. وانت يا سي جون بص جبت لك ايه؟ اتفضل. Thanks bro. What the hell is this? ودي جايبها لي من اخر العنقود ولا من فتافيت السكر؟ ايه يا عم الكلام ده؟ انا جايبها لك من امريكا، من مطرب امريكاني اسمه 50 قرش. وات؟ دي البلينج بلينجز بتاعت 50 سنت؟ ايوه يا عم، امال ايه؟ ده على فكره دي مصنوعه من الذهب الخالص ومرصعه بالماس حقيقي. ده انا خدتها منه يا عم بطلوع الدرس، ده طلع صايع يا عم وقارح، ده طلع عليها الطبنجه وعمل عليها حوار هو يا عصابه الجيل اللي معاه. بس الحكايه دي يا كبير واخد بالك بدات اساسا في مدينه بروكلي. كنت هناك وجبت حته تونت اشتريتها كانت عليها اللي هو الزبيب دوت. خلاص عاد خلاص، ما تحكيش دلوقتي، وزع الهدايا وانت ساكت. اقصد اقول يعني وزع الهدايا دلوقتي ونبقوا نتكلم على رواقه بعدين نحكي لك. ماشي يا عسل. لا مؤاخذه، انا لو كنت اعرف ان جوز الكناريا دول هنا كنت عملت حسابي جبت لكم معايا حاجه، خصوصا يعني قبل سمنسه. نو بروبلم يا حزلقوم، مش ضروري هدايا، كفايه ذوقك. ربنا يديم المعروف في قبل سمنسه. بس برضك ما يصحش، هوفق لكم حاجه كده. خد يا فيزو. الله يرضى عليك. دول اللهم صل على النبي ساعتين فولكس، حاجه كده على مقاسهم. انت تقصد تقول رولكس؟ اه يا عم انا قلت كده من شويه، قلت فولكس. دول الصراحه كنت جايب الاثنين دول للكبير، بس خلاص بقى ما يغلاش عليكم حاجه. ايه الغلاسه دي؟ ليه يعني ليه ما كبير ما ياخدهاش؟ ازاي يا كبير؟ ده انت الكبير ومقامك كبير.
جبت لك اغلى واكبر حاجه عندي. صح 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 يا عم، امال ايه؟ خد يا برنس. اهدي، جايب الفزاع ساعة رولكس وجايب لي انا بردعة. بردعة ايه يا عم؟ دي العباية بتاعت اكبر راس في تنزانيا كلها، بس الله يرحمه بقى مات مقتول. يا كبير على حجر. ايه يا وليد، ده سكند هاند وبتاعت واحد مقتول. معلش ندهلسوا عليه. زينة قوي يا حزلقوم. الله زينة، نبقى نعملوها مشاية. انحت علينا ويلكم، حطوها قدام الباب. ماشي. عجبتك بجد يا كبير؟ زينة، احلى هدية جات لي في حياتي. طب البسها. البسها كيف ايه؟ البسها يا عم. ابقى البسها بعدين. لا البسها دلوقتي. فانت مش فاهم، انا طول الطريق وانا في قلب الطياره بحلم باللحظه اللي هتلبسها فيها واصورك فيديوهات واحطها في قلب الوسائط المتعدده. تتلبس كيف؟ This is so weird. من الناحيه التانيه خد دي بقى، خد دي حطها على وشك. لا خد دي حطها على وشك. ابقى حطها بعدين، الدنيا حر. يا عم حطها يا عم، خليني اعرف اصور فيديو بقى. واه شكلك زين قوي يا كبير، وقلبس على طول في الدوار. تعرف يا كبير، هي كانت على الراجل شكلها وقور، عليك انت شكلها عبيط. الصح حضرتك خدتها من زعيم القبيلة. يا عم انا بفتش عليك. لازم حضرتك قتلت وخدتها مني. ايه فزع الكلام دوت؟ هو انا وشي كده؟ امال خدتها كيف؟ اصل الحاجات دي عادة يعني يعدوها للورثة. بسم الله ما شاء الله. نبيه، انت تعرف انت حقيقتك كنت دخلت حقوق وحقوق عين شمس كمان. بص يا فيزو، انا ممكن احكيها لك، بس هي بصراحه حدوته طويله قوي. على قولتك يا اخي، مش عايزين نتعبوه يا اخي، خلي عندك دم. مش قصدي يا كبير، انا ممكن احكيها دلوقتي، بس في الحاله دي لازم قبل دي تعمل لنا الواجب بقى. يعني دورين شاي حلوين، كوميت سندوتشات حلاوه وسكالانس. في سوداني من عينيا، ولو ما فيش نجيبولك. انا هجيب سوداني. فرشة كعب لأسوان وراجع على طول. احكي عادي يا استاذ حزلقوم. ماشي. بص، هي الحكايه دي يعني انا واثق انها تعجبك، لانها مشوقه ومسليه ومليانه احداث غريبه، وان شاء الله تعجبكم. بتحكي احكي وخلص. انت هتحكم كمان تعجبني ولا لا؟ ده كيف الممثلين في العرض الخاص يطلع يقول لك الفيلم حاله خاصه وان شاء الله يعجبكم. انت مالك؟ اتنيلت مثلت، احنا اللي نحكم. يا عم ما بالراحه. حكي قصه العباية التنزانيه، القصه اللي بدات من السعوديه. ايه جيب تنزانيا السعوديه؟ دي قاره ودي قاره تانية. ما تصطبر يا عم، اصطبر بقى. الحدوته ده يعني خيوطها ملعبته وملولوه كده زي سلك السماعه. فاكرين التليفون ابو قرص؟ زمان كان عندنا تليفون اللي استلمناه من السنترال، كان امي بتعمل ايه بقى؟ بتشبك رقم 8 ده بيقفل عشان ما نعرفش نتصل على حد. فاكره قبل سمانسه رقم 0 بيجي لحد الاخر ويرجع بقى. انت عايز احكي الاثنين دول، انا ماشي. استهدي بالله يا سمنتة، امال في ايه؟ الكبير قال ايه؟ ناخده على حجرنا. What a nice story. Go on حزلقوم. ماشي. الحكاية بدأت لما أمي كلمها الشيخ نواف وراحت اشتغلت عنده ممرضة، ولما اتعرفوا على بعض شبكت معاه في الحلال، وبقى بيهننها وبيستتها، وكان بيجيب لها ميه معدنية برضك. طبعا هي كلمتني من هناك وقالت لي تعالى يا حزلقوم. أنا ما كدبتش خبر، وفعلا رحت المطار وركبت الطيارة. لا مؤاخذة، نهار اسود، لا مؤاخذة. حصل خير؟
دي باينها تبقى رحلة سنجاري على الآخر. ايه لا مؤاخذة، انت بتغيري؟ حضرتك عايز حاجة؟ بيني وبينك حضرتك انا اول مرة اركب طيارة، فكنت بدور على السواق عايز اقعد جنبيه. ايه ده، انت حضرتك عارف كابتن حسام؟ العميد؟ هو اللي بيسوق بينا هنا؟ عميد؟ لا حضرتك ده كابتن طيار مدني. هو اعتزل؟ انا كنت عارف انه بيدرب سموحة باين. طب اتفضل مكانك حضرتك، وبص حط حاجتك هنا. تعالى. ماشي. عنك ايه؟ عنك على السولة. اوبا. اتفضل. ماشي. سي. يعني النصيب بقى. نصيبنا. هو انت رايحة السعودية برضك؟ عمرة ان شاء الله؟ لا انا قلت كده برضك. ايه قلت كده؟ لو سمحتي. نعم. شوفي الاستاذ. ايه ما شوفي الاستاذ. ماله الاستاذ؟ حضرتك ممكن تذكرتك؟ هو حضرتك مين؟ الروم سيركس؟ مضيف طيران. ماشي اذا كان كده ماشي، بس مش اي حد معدي يقول لي هات التذكره وام اديها لي. طب لو سمحت. انت مفكراني يعني راكب سفلقه؟ انا دافع. ماشي. قاطع تذكره. لا ده فيرست كلاس، انت مكانك في الايكونومي ورا. هو احنا طرنا؟ لا لسه. هو انت اوكراني؟ يا عم اوكراني ايه، انا مصري. صباح الفل يا ابو خالد. حبيبي. هو حضرتك جاسوس؟ يا عم جاسوس ايه، انت هتودينا في داهيه. بس يعني لا مؤاخذه، يعني مش منطقي كده، متناقض. يعني شعرك اصفر وبديل حصان وفي نفس الوقت بتتكلم مصري. يا عم ما انت برتقاني وشعرك مفلفل وبتتكلم مصري. تصدق معاك حق. حضرات السادة والضيوف، سوف نعرض على حضراتكم الآن بعض المعلومات التي تخص سلامتكم على متن هذه الطائرة. أثناء الإقلاع والهبوط يجب وضع حقائب اليد وامتعتكم الشخصية في الأرفف العلوية أنا حطيتها فوق المخصصة لذلك أو أسفل المقعد الذي أمامكم. يجب أن تكون جميع المخارج والممرات خالية من جميع العواقب. يرجى غلق جميع التليفونات المحمولة أثناء الواد ده تليفونه مفتوح. يا عم ما أنا كنت بقفله. التدخين ممنوع طوال الرحلة، كما أن جميع دورات المياه مجهزة بأجهزة لكشف الدخان. حرصا على عشان المفكرة سايبة وهيصيع ويروح يسجر في الحمام. لا احنا عندنا احدث اجهزة وهنلقط مفاجئ في ضغط الهواء داخل الطائرة، فسوف يفتح من اعلى مكانا صغير يتدلى منه قناع اكسجين. اذا اقناع دي اللي هي زي الميكي ماوس والحاجات بتاعت عيد الميلاد. البتاع اللي في ايديها كمامة هيرموا علينا زبالة. تستخدم في حالة اكمل لنا قاطعين الايكونومي يعني هترموا علينا زبالة. وبابات المؤخر والناس اللي قطعوا كلاس هترموا عليهم ورد وكلاب دعم. في حالة السقوط في الماء طوق النجاة موجود اسفل المقعد. احنا مش كنا وقعنا في اليابس، ايه اللي جاب الماء؟ انت ما بتعرفش تعوم ولا ايه؟ ما بعرفش اعوم. انت بتعرف؟ يبقى شد لي معاك. طريق سدادات حمراء يستكمل ملء الثوب بالفم إذا لازم الأمر. شكرا لحسن استماعكم، نتمنى لكم رحلة سعيدة. بقول لك يا جميل، نازل البتاع ده. لا حضرتك عندك تحت المقعد. لا ما انا هقع بقى بالطياره، هقعد انزل تحت المقعد وانفخ واشد والباشا ده يقوم خاطفها مني بعد ما اعملها. لا خالص، لا في كل واحد عنده حاجه. ما بص انا مش ضمني، انت ممكن تطلعي زي بتاع الربابه اللي بتاعته بس اللي شغاله. لا كله شغال. لا ادي دي. يسعد مساكي. اهلا وسهلا. حضرتك تحب تشرب حاجه؟ لو في حبه عرق سوس ساقعين يبقى رضا. لا للاسف مفيش. طب في دوم؟ لا برضو مفيش. ولا بندق؟ بندق مكسرات؟ لا بندق اللي هو بالانجليزي سحلب. ما اصل احنا في القهوه الشعبيه بنحب نقول الحاجه مش وش، عشان العيال بتوع مدارس اللغات والاجانب يتوهموا بينا. يعني مثلا القهوه الساده بنقول عليها سكتو. واحد عاوز شيشه يقول عليها تفاحه. واحد عاوز شويه كركريه يقول عليه عايز عناب. خد بالك؟
طب انت عندكم ايه هنا؟ شاي، قهوة، عصير. بس؟ لا يا ماما، لا لازم تطوروا من نفسكم. يعني لو حطيتوا هنا واحد مثلا بتاع غزل بنات هيدورها، هتجيب رزقها. وفي ناس بتحب تحدق، ممكن تجيبوا لهم هنا واحد بتاع سمين، واخده بالك؟ والناس اللي بتجيلها حماو، الراجل ممكن يعمل لهم مثلا جبنه براميل وقرن فلفل مشطشط، يعني يحشي ويبيع. والحته ده ممكن تجيبوا مثلا ايه مراجيح للاطفال، يبقى قسم للاطفال. عندكم حمام هنا؟ اوراق. ماشي يا عسل، خدي عشان وقفتك الحلوه دي. ايه ده حضرتك؟ يا بنت ده رزق وجاي لك، ما تقطعيش. خدي يا بنت فقريه. يلا براحتك.